اللي دعا إليه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. هنا تبون ينسحب. نعم، لكن الطحان الرخيص خنزير كازا المنتن اللي مرته ما تحبش ترقد معاه لأنه فايع، هذا خنزير كازا قال لك تبون هرب، يعني ما قالش أنه زعيم. نعم، زعيم رفض الجلوس على طاولة يشارك فيها الرئيس الصهيوني وبعض الصهاينة الآخرين بما فيهم العرب، وتبون كان عنده موقف رجولي، موقف رجل دولة، رفض وانسحب وترك كرسي شاب. خلوا الكرسي ما نحضرش. كان قادر تبون يقول لعمامرة يقولوا شارك انت، او السفير الجزائري في مصر، او اي وزير او وزيرة البيئة. لا، قال لهم الجزائر لا تشارك، لا الرئيس ولا وزير الخارجية ولا وزيرة البيئة ولا مسؤول، نحن غير معنيين بهذه المشاركة. شفتوا الصورة البارح، الرئيس تبون رفض وغادر مصر على جناح السرعة. خنزير كازا يقول انه تبون هرب، ما حبش يواجه، هرب لانه سياده قالوا له قول هرب، لكن هي في الحقيقة وشن هي؟ انسحب بشرف، انسحب بشرف وترك الحضور في دهشة. لماذا غادر تبون فجأة؟ غادر لأنه لا يشرف. السلام عليكم إخوان، أهلا وسهلا بكم في إطار برنامج فتح الكذابين والشياتين والكلاب الضالة. نواصل فتح هذا الديوتي، هذا الكذاب هذا، وفتح الأكاذيب ديالهم. هذا تيقول أن تبون انسحب من مؤتمر المناخ بمصر كوب 27 لأنه ما بغاش يحضر في واحد الاجتماع اللي حضر فيه الكيان الصهيوني والرئيس الإسرائيلي. هذا طبعا كذب على كذب، وغادي نبينوا علاش هاد كتبوا الأسباب اللي دعت تبون إلى الانسحاب من هذا المؤتمر. أولا تبون يعني كان على علم بأن إسرائيل ستشارك في هذا المؤتمر وسيشارك الرئيس الإسرائيلي، وبطبيعة الحال قبل مشى يشارك هو مع الإسرائيليين والعرب وكل المدعوين. إذن هذا يعني كان عارف مسبقا أنه غادي تشارك إسرائيل. يعني لو كان أنه ما بغاش يحضر في هذا المؤتمر اللي في إسرائيل سيمتنع، يعني ما غاديش يمشي من الديبار، غادي يعتذر الرئيس المصري وغادي يقول السبب أنه الجزائر لن تشارك في مؤتمر يشارك فيه الكيان الإسرائيلي كما يزعمون. يعني هذا هو يعني الأصل. يعني تبينوا أنه هذا يعني فقط افتراء، وكانت هناك أسباب أخرى يعني ألزمت على تبون باش يغادر هذا المؤتمر. وكما تعلمون أن هناك مجموعة من الرؤساء الجزائريين يعني حضروا في اجتماعات تحضر فيها إسرائيل، من ضمنهم زروال، من ضمنهم بخر وبراسو بومدين اللي حضر مجموعة من الاجتماعات حضر فيها إسرائيل. وأيضا العز بوتفليقة اللي تلقى مع يهود باراك في المغرب أثناء جنازة الراحل حسن الثاني، وتسال معه في المغرب. وهناك أيضا علاقات يعني تحت الطاولة بين النظام الجزائري وإسرائيل. يعني هذا كله يعني كاذب وبهتان. وثانيا أن تبون يعني تصور يعني خضع صورة تذكارية مع زعماء العالم في هذا الكوب 27 في مصر بحضور الرئيس الإسرائيلي، وكان قريب الرئيس الإسرائيلي. لو كان هذا يعني على الأقل
غادي يمتنع باش يتصور مع ياخذ صورة تذكارية مع هاد الزعماء اللي تتواجد معهم الرئيس الإسرائيلي. يعني كل هذا قبله عرف أنه إسرائيل غادي تشارك، خدا صورة تذكارية مع زعماء العالم اللي مشارك معهم الرئيس الإسرائيلي، وشارك النهار الأولاني يعني والقاعة فيها الرئيس الإسرائيلي والوفد الإسرائيلي، والنهار الثاني أيضا شارك يعني والقاعة فيها الرئيس الإسرائيلي والوفد الإسرائيلي. يعني امتى انسحب تبون؟ تبون انسحب يعني في النهار الثاني أثناء إلقاء كلمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. يعني خلى بن سلمان تبدأ الكلمة دياله وهو انسحب. هنا يتبين أنه أولا تبون بغير الصرف لمحمد بن سلمان اللي ما حضرش القمة العربية اللي أقيمت بالجزائر، يعني فقط كان الفارق بينهم 4 أيام أو 5 أيام، وادعى أنه مريض. يعني تبون يعني بقى في الحال. علاش بن سلمان ما جاش الجزائر وحضر مع الزعماء العرب وجا لمصر وحضر في واحد لاكوب 27 ديال قمة المناخ اللي خلى القمة العربية اللي هي يعني أهم من قمة المناخ. كما تعلمون أن الدول الفقيرة اللي هي غير صناعية يعني تكون يعني الحضور ديالها يعني تقريبا شكلي، حيت هي ما تتساهمش في كثرة في تلوث البيئة كما الدول الصناعية مثل اليابان والولايات المتحدة وأوروبا إلى غير ذلك. يعني كان من المفترض أنه يسمح في هذاك قمة المناخ ويحضر القمة العربية وقمة في الجزائر اللي تعتبر أهم، اللي هي يعني كان العنوان ديالها هو لم شمل العرب، اللي خدته يعني العنوان اللي أعطى لها نظام الكبرانات ديال الجزائر. يعني هنا يعني انسحب تبون انتقاما يعني بشير الاعتبار لعدم حضور بن سلمان إلى القمة العربية. وثاني حاجة أنه تبون يعني شفتوا التدخلات ديالو، شفتوا يعني المداخلة ديالو في القمة العربية يعني كانت هزيلة جدا، يعني خطاب يعني عشوائي شعباوي، ما عنده ما يقول ما عنده ما يضيف، تيدخل وتيخرج في الهضرة، يعني ما تعرفش يعني لا يعني القوانين ولا قوانين تنظيمية ولا البروتوكولات ديال هذه الاجتماعات. يعني كان رئيس دفعوا العسكر باش يعمروا بها البلاصة فقط باش يبقاو شادين الحكم في الجزائر. يعني كان هذا سبب انه تبون ما عنده ما يقول. شاف الخطاب ديال الزعماء ديال العالم، يعني الحلول اللي جاوا بها، الاقتراحات اللي جاوا بها، تبون ما عنده ما يقول في هذا الشيء. يعني الهضره اللي غادي يقول لهم يعني محتشمه جدا، ما عنده ما يقول، غادي غير يضحكوا عليه. يعني كان مذهول جدا، يعني تصدم. ايضا يعني كان سبب ثالث اللي هو التنظيم ديال هاد لاكوب 27 ديال المناخ، انه تنظيم كان هائل جدا من طرف مصر، اللي يعني صدفت قمة المناخ اللي كان صدفها المغرب في مراكش على ما أظن مرتين، كوب 22 وأيضا أنا ما أعتقد كوب 23 أو 21. يعني كان استقبال هائل وتنظيم هائل من طرف مصر، أحسن بكثير، يعني رغم أن مصر يعني استضافت حوالي 200 زعيم ديال الدول ديال العالم أو 200 وافد، على غرار الجزائر اللي استضافت القمة العربية تقريبا 22 وافد
يعني فيهم ثلث ديال الزعماء غائبين وما قدروش ينظموا يعني تظاهرة في المستوى. شتو تدخل ديال الرئيس ديال تبون، يعني هذا لا يليق برئيس دولة، حينما قال لهم العشاء في الشيراتون والمؤتمر الصحفي في البالكون. يعني كان يعني مذهول من هذا التنظيم، وبذلك خرج خلى المكان ديالو وزاد في حالاته انه لا يستحمل طبون لا يستحمل مثل هذه المؤتمرات، وانه يجلس في الكرسي ويتصنت ويدير اقتراحات لمده ساعات. شتو طبون انه ما قدرش القمه العربيه يجلس ويدير ويترأس الاجتماع رغم انه هو الرئيس حيث هو المنظم. يعني مرة يخرج يضرب قوى الرواد في الطواليطات في لي فيستير، وتخلي ايمن بن عبد الرحمن بلاصتو. يعني ساعة ونص خصو يخرج يكمي قوى الرواد، يعني ما قدرش يستمر في ترأس الاجتماع ولا يحضر يعني بصفة يعني مستمرة في هذه الاجتماعات. والأمر الرابع اللي خلى تبون ينسحب هو أنه المنظمين ديال هذا المؤتمر جابوا واحد التريتور مغربي اللي هو كريم رحال، اللي هو معروف في المغرب، اللي هو التريتور ديال الملك اللي تياخذ الحفلات الكبرى في المغرب وخاصة الأنشطة الملكية. يعني كان مندهن من ذاك يعني أذواق ومن الطياب اللي قدموا هذا التريتور هذا، وعرف أنه أطباق مغربية من ضمنهم الشاي المغربي، كذلك البريوات والبستيلة والمشوي. يعني طبون ما عجبوش هذا الشيء هذا، انه واحد تريتور مغربي يمشي طال مصر ويشد يعني يشد كوب 27 باش يمولها يعني بجميع المستلزمات ديالها. يعني كان هذا يعني قرار رابع يعني او سبب رابع اللي خلى تبون باش ينسحب بحال الكلب ويزيد في حالاته. تعرفوا انه تبون يعني تينفعل يعني بكثرة القارة والكماية، يعني راسو بحال بحال دري صغير، بحال شي كماشي سكيري، يعني غير تينفعل وياخذ قرارات يعني متسرعة. يعني خرج في الليل، وصل الجزائر في 12 الليل، وكان في استقبال ديالو البوال شنقريحة. يعني نكملوا تسمعوا ماذا يقول هذا الشياد ديال المنستيرة. لا يشرفه الحضور في مجلس نتن فيه قاتل الأطفال، لا يشرفه. احنا شرفنا تبون أنه الحمد لله أنه انسحب من القمة بعد الافتتاح الرسمي. يعني على ذكر هذا قاتل الأطفال، ثم شفتوا أنه النظام الجزائري كان هو الأول يعني في العالم اللي قتل عدد كبير ديال الجزائريين، وارتكب مجازر كبيرة في حق الأطفال والنساء والرجال، اللي يعني العدد ديالهم يتراوح أكثر من 200,000 مواطن جزائري تم ذبحهم في ظروف غامضة أثناء العشرية السوداء في الجزائر اللي كان مرتكبها هم المخابرات الإرهابية ديال ديرس، وكذلك النظام الجزائري اللي يدعي أنه لم يشارك في مؤتمر يوجد فيه قتل الأطفال، أو يركع النظام الروسي اللي يقتل الأوكرانيين، يقتل الشيشان ويقتل السوريين، الأطفال السوريين والأوكرانيين، تيصيفط له التمويلات، يأخذ من عنده الأسلحة يعني الذي لن يحتاجها في أي حاجة، ولكن
هو يقدم هدايا لهذا النظام باش يقتل الأطفال والنساء والشيوخ في أوكرانيا وفي سوريا وفي الشيشان والبلقان إلى غير ذلك. يعني هذه فقط شعارات وهي لا منطق لها. افتتاح رسمي كان حاضر، التقى مع بعض الرؤساء وبعض الزعماء بما فيهم رئيس فرنسي ما عندناش مشكل، ورؤساء دول يعني كثيرة. أنا كانت عندي ملاحظة على ملك الأردن. هذا يعني كان تلقى مع الرئيس الفرنسي يعني وارتمى في إحضانه، يعني حتى واحد ما تسوق ليه في المؤتمر لا الدول العربية لا الدول الأخرى. تلقى مع ماكرون وهو يتلح عليه في واحد يعني ارتماء يعني لتبين أنه النظام ما زال يعني يرتمي في أحضان الفرنسيس اللي قتلوا منهم 5 مليون ونص ديال الجزائري، ومنهم يعني 1.5 مليون خلال 7 سنوات. يعني ماشي من قتلوهم من فلسطين ولا من المغرب ولا من، يعني قتلوهم من أولاد الشعب الجزائري. يعني إذا كان تبون عنده هذا المنطق ديال ما غاديش يشارك في مؤتمر فيه قتل الأطفال، ما خصوش يشارك في واحد المؤتمر أو اللي فيه الفرنسيس، أو يدير علاقة مع الفرنسيس، أو يتعانق مع الرئيس الفرنسي. يعني عندما شفتوا المنطق أنه فرنسا يعني قتلت 5 مليون ونص جزائري أثناء حرب التحرير، ومع ذلك فالنظام الجزائري يرتمي في أحضان الفرنسيس. يعني هذو فقط شعارات، يعني كل شيء يعيق بها لا الجزائريين والعرب ولا يعني كل شيء يعيق بهذا النظام هذا أنه نظام عميل لإيران ولروسيا ولفرنسا إلى غير ذلك من الدول الاستعمارية والدول الاستبدادية. يعني فقط ينسج علاقات يعني مع الدول الفاشلة والدول الديكتاتورية، منها روسيا وإيران وسوريا وحزب الله وفنزويلا إلى غير ذلك، وكوريا الشمالية إلى غير ذلك من محور الشر ما يصنفه ضمن بلدان محور الشر. الأردني تلاقى معاه ما عجبتنيش، لكن مهما يكون يعني دولة عربية شقيقة ولي في القلب ولكن الصهيوني لا. هذا الملك عبد الله ما عجبوش دار واحد المداخلة يعني قيمة، يعني ولو واحد من النظام الجزائري الآن اللي يحكم في الجزائر ما يقدرش يدير هذه المداخلة اللي دارها باللغة العربية والإنجليزية الملك عبد الله، ويعني على الأقل قدم اقتراحات وحلول إلى غير ذلك. لأن المعلومات اللي كانت متوفرة هو أنه هناك ترتيب لإحراج الرئيس تبون من قبل الصهيوني، بروتوكول الصهيوني حابين يقربوه ويتلاقى مع تبون وجه لوجه ويحرج، ومن بعد يدخلوا هنايا سلم عليه ولا سلم عليه ما كانش مشكلة، وتصور الكاميرات. سيدي علاش بغيت تسلم عليه؟ بغيت يسلم عليه، ما بغاش سيدي ما يسلمش عليه، ما يسلم عليه، يدوز من حدايا منه ما يسلم عليه، هذا فقط يعني ادعاءات واهية. قالها التطبيع. إذا تبون قال لا، لن أعطي هذه الفرصة للوفد الصهيوني والخونة اللي حابين يورطوا تبون. العلامة الكاملة للرئيس تبون والذل والهوان للخونة والعملاء على رأسهم خنزير كازا وباقي الخونة. هذا بالنسبة لخنزير كازا اللي يكذب ويستمر في الكذب نتاعو. مشكل أنه فيه خباز لندن نفس الشيء، يعطي معلومات للمتابعين نتاعو يكذب كذب ويصدق نفسه أنه على حق.
تسمح لي البث راهو كاين ولا؟ انتم شفتوا انه فقط يعني قلت نفس انه يعني الاسلوب خباز انه يبقى يسب الجزائريين، يسب المناضلين الجزائريين والمعارضين. يعني كان هذا هو يعني ما بجعبته. صح. الصور الثانيه اللي كنت محضرها بلا ما نطولوا عليكم، اوكي ما تنساوش ديروا لنا اللايك واشتركوا في القناه ديالنا ايوه لكي يصلكم الجديد، ونستمر في فتح اكاذيب بحال هذه الكلاب الضاله. يا ودي ما تعيطوليش للضرب.